طيب شباب، زي ما احنا اتكلمنا امبارح عن البيزنس مايند سيت بشكل عام. دخلنا كده اتكلمنا اوفر فيو عن البيزنس، عن ازاي تفكر بعقليه البيزنس اونر، الريكويرمنتس اللي انت هتكون محتاجها عشان تبدا ان انت تستارت بيزنس وهكذا. فهنتكلم برضو خلال السيشن ده عن الفاندمنتالز بتاعت واتس نيكست، الخطوه اللي جايه علشان تقدر انت تعمل حاجه اسمها الاوبريشن. لان اي مانجمنت، سواء بقى كانت ماركتنج مانجمنت او اي اداره بشكل عام، حتى اداره على مستوى على مستوى البيزنس او على مستوى ديبارتمنت تحت البيزنس نفسه، فهي بتتكون من ثلاث حاجات: هي البلاننج والاداره التشغيليه والاكسكيوشن بشكل عام، التنفيذ، وطبعا الكنترولنج في الاخر. تمام. طيب احنا عنوان السيشن بتاعنا النهارده تحت فالانس ايجنسي. وزي ما احنا كنا اتكلمنا كده امبارح ان فالانس ايجنسي هي شركه لوكيتد ان دبي في الامارات، واحنا بنشتغل مع شركات جلوبالي زي شركه مانثليتوم واكتر من براند تاني على مستوى العالم. احنا ماسكين لهم الماركتينج وديستريبيوشن في المينا ريجن بشكل عام، وافريقيا ونورث افريكا. تمام. والسيشن بتاعنا النهارده هيكون زي بعنوان اللي هو ازاي نقدر اندرستاندنج البيزنس علشان نقدر نحدد ايه هو البيرفكت ماركتنج دايركشن والاكتيفيتيز اللي احنا ممكن نعملها في الماركت، علشان نقدر ان شاء الله نعمل ماركتنج تكون مناسبه للبيزنس ومناسبه لاحتياجات البيزنس والحاجه اللي هو عايز يوصل لها. تمام. طيب، علشان نقدر نفهم البيزنس ممكن يكون عبارة عن ايه. طبعا هو في كل جزء من السيشن هيبقى فيه في نص السيشن ان شاء الله ونص الميتنج هنبدأ ان احنا نتكلم عن نفتح ان احنا نقدر ان احنا نفتح المايكس او نفتح جزء الأسئلة، وفي اخر برضو الميتنج ممكن نعمل ده. بس ديورنج ان احنا بنشرح فهنبقى بس بنفهم، بنحاول نفهم على قد ما نقدر. وبعد كده ان شاء الله اي حد عنده سؤال ممكن يسجله عنده في الجزء بتاع الأسئلة، ممكن يجاوب على كل الأسئلة ان شاء الله. طيب على فكرة يا شباب، الكونتنت اللي احنا بنقوله ده والله ده اللي احنا بنعمله كل يوم ديلي ورك مع الكلاينتس اللي احنا بنشتغل معاهم مع شغلنا احنا. احنا بنفكر بنفس الطريقة، بنشتغل بنفس الطريقة، بنستلم البروجيكتس اللي احنا بنشتغل عليها وبنديفلوب البروسيس بتاعتها بنفس الطريقة اللي احنا بنشرحها في السيشنز، وخصوصا السيشن اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. طيب انا دلوقتي علشان اقدر ان انا ابدا ان انا اسيتنج اي ماركتنج اكتيفيتي. وخلينا نفهم الاول يعني ايه ماركتنج اكتيفيتي. الماركتنج اكتيفيتي ده اي حاجه انت بتعملها علشان تحت الامبريلا بتاعت الماركتنج. يعني لو عملت كامبين ميديا باينج فدي ماركتنج اكتيفيتي، لو عملت كامبين في الشارع بيلبورد ده ماركتنج اكتيفيتي، لو عملت اعلان في التلفزيون ده ماركتنج اكتيفيتي. فالماركتنج الكونتنت اللي انت بتعمله ده ماركتنج اكتيفيتي. اي ماركتنج اكتيفيتيز انت بتعملها فهي لازم تعملها ديبندد اون البيزنس نفسه محتاج ايه. فعشان تقدر تفهم البيزنس نفسه محتاج ايه، طبعا تكملة للكلام اللي احنا كنا اتكلمناه امبارح، فلازم تفهم ايه اللي هي البيزنس موديلز. تمام. طيب البيزنس موديلز دي هي انواع وحاجات كتيره قوي، فاحنا دلوقتي هناخد منهم السمبل دايركشنز بتاعت البيزنس موديلز علشان نفهم بس احنا ازاي بنتعامل مع البيزنس وازاي بنحدد البيزنس ده محتاج ايه. تمام. طيب البيزنس موديلز ده بشكل عام احنا محتاجين نفهم البيزنس ده هو بيسيرف ايه بالظبط، يعني هو بيخدم على مين. سواء بقى بيقدم سيرفيس او بيقدم برودكت، فيزيكال برودكت مش هتفرق، هو في الاول في الاخر ده بالنسبه لنا برودكت. فانت بتخدم مين بالظبط، ايه الفئه اللي انت بتخدمها، ايه اللي انت مين اللي انت بتخدمه. تمام. وايه اللي انت بتقدمه، وات از بروفايدز، ايه اللي انت بتقدمه في البيزنس بتاعك عشان تقدر تخدم التارجت اودينس اللي انت حددته. و هاو ات ميك ماني، يعني ازاي هتقدر ان انت من خلال الحاجه اللي انت بتقدمها للتارجت اودينس ده، ازاي من خلالها هتقدر انت تحقق فلوس او هاو تو ميك ماني. تمام. وبعدين اخر حاجه او رابع حاجه ان انت ازاي هتقدر انت تعمل لنفسك ديفرنشيشن، لان اي بزنس هو مش موجود لوحده في الماركت، هو موجود معاه بيزنس كتيره جدا. في كومبيتيشن طبيعه الحال، فانت ازاي هتقدر ان انت تبقى ديفرنشيشن علشان يبقى عندك ميزه تنافسيه. دي طبعا هنتكلم عنها ازاي تحدد الكومبetitive ادفانتج او الميزه التنافسيه بتاعتك، لان دي من الحاجات الكتيره قوي. مفيش تقريبا بيزنس احنا اشتغلنا عليه ما كانش عنده مشكله في الكومبيتيف ادفانتج بتاعته وما كانش قادر ان هو يحدد الكومبيتيف ادفانتج بشكل كويس. فازاي هتقدر انت تبقى ديفرنشيتد عن الكومبيتيتورز اللي انت نازل معاهم. اوكي. وازاي هتقدر تقدم البرودكت او السيرفيس ده ليهم، ازاي هتقدر تعمل ديليفر للبرودكت او السيرفيس ده. فاحنا دلوقتي اي بزنس لازم يكون عنده اجابه للخمس اسئله دول. اول حاجه مين اللي انت بتخدمه. اوكي.
ازاي انت بتقدم له ايه بالظبط، وازاي هتقدر ان انت تميك ماني ثرو الخدمه او البرودكت اللي انت بتقدمها له، وازاي هتقدر تبقى ديفرنشيتد ليه العميل يشتري منك انت وما يشتريش من حد تاني. تمام. وفي الاخر ازاي هتديليفر الفاليو اللي انت بتقدمها له ده، لان اي دلوقتي ريليشن شيب سواء بقى بتاعت البيزنس والكاستمر، فاي ريليشن شيب، فهي ريليشن شيب بنسميها احنا اكسشينج ريليشن شيب، علاقه تبادليه. فانت بتدي للعميل فاليو اللي هو البرودكت اللي هو محتاجه، بيعمل ساتسفاينج للنيد عنده. اوكي. بلس على الجانب التاني هو بيقدم لك فلوس، بيقدم لك فاليو، بيقدم لك كاش فلو تقدر ان انت تدخله البيزنس وتران البيزنس وتدفع رواتب وهكذا. فانت علشان تقدر تحدد البيزنس موديل ده ايه بالظبط، فانت لازم تعرف البيزنس موديل ده الخمس اسئله دول ايه هي الاجابات بتاعته. اوكي. فدي اول ستيب. طيب علشان نقدر، طب ايه هما البيزنس موديل تايبس؟ اوكي، احنا عندنا تو بيزنس موديل تايبس، ودي نقطه مهمه جدا جدا، وفي يعني مش كتير قوي فاهم الكونسبت ده. احنا عندنا حاجتين من البيزنس موديل. اول بيزنس موديل هو اسمه السيمتريك. يعني ايه سيمتريك؟ يعني هو سيمبل بيزنس موديل جدا، ريليشن شيب واحده. ما عندك بيزنس بيقدم يوتيليتي او بيقدم فاليو للكاستمر، والكاستمر من الناحيه الثانيه بيقدم له ريفينيوز، ودي اللي احنا لسه شارحينها دلوقتي اللي هي ريليشن شيب ما بين الكاستمر وما بين الشركه. اوكي. وده بيزنس موديل، وغالبا ده معظم منتشر جدا، ومعظم البيزنسز اللي موجوده هي من البيزنس موديل اللي هو السيمتريك بيزنس موديل. بيزنس بيقدم للكاستمر بشكل دايركت، وبلس الكاستمر بيدي لهم فاليو اللي هي الكاش فلو او الفلوس اللي هي تقدر تعمل راننج البيزنس. تمام. طيب. طيب النوع الثاني اللي هو الاسيمتريك. الاسيمتريك بيزنس موديل، اوكي، ده بيكون ليه اكتر من تشانل للكوميونيكيشن مع الكلاينت نفسه. فانت ممكن يكون في بيزنس قائم، اوكي، بي 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 بيخاطب فئة تانية، بس مش الفئة التانية دي هي اللي بتجيب له الفلوس. يعني مثلا على سبيل المثال فيسبوك مثلا. فيسبوك مين هو اللي بيدخل له الفلوس؟ اللي بيدخل له الفلوس هم الشركات اللي بتعمل اعلانات، فبتدفع فلوس فبتروح لفيسبوك، فيسبوك بيكسب. طيب يبقى اذا دلوقتي الفيسبوك ما بيكسبش من اليوزر، هو بيكسب من الداتا اللي خدها من اليوزر ده. يعني هو انت ما دخلت عملت اكونت على فيسبوك مثلا، فانت الاكونت بتاع فيسبوك ده هو خد الداتا بتاعتك، خد اسمك، اللوكيشن بتاعك، الاهتمامات بتاعتك، كل الحاجات دي، وبيبيع الداتا دي. اوكي. فهو المين تارجت بالنسبه له هم الشركات اللي بيشتروا الداتا دي علشان يقدروا يعملوا كامبينز، فالكامبينز دي يقدروا يبيعوا من خلالها ويدفعوا فلوس للبلاتفورم عشان البلاتفورم تكسب. اوكي. فهنا ده اسمه اسيمتريك. يعني ايه اسيمتريك؟ يعني في هنا في اكتر من تشانل، عامل مثلا زي اعلان التلفزيون، يعني او قصدي البرنامج اللي بيجي مثلا في التلفزيون. فالبرنامج اللي بيجي في التلفزيون هو برنامج بتلاقيه جايب لك ضيف مثلا بيتكلم في اقتصاد، بيتكلم في ترفيه، انترتينمنت، اي حاجه. فالبرنامج ده بيكسب ازاي، والقناه دي بتكسب ازاي؟ القناه دي بتكسب ثرو الاعلان، الشركات اللي بتعمل اعلانات، اوكي، على خلال والبرنامج ده شغال. تلاقي مثلا في الماتشات مثلا في كاس العالم والكلام ده كله، تلاقي معظم الدخل بتاع الفيفا مثلا او الفيفا ده جاي من خلال السبونسر اللي بيجي من خلال بقى الاعلانات اللي بتيجي خلال الماتشات والكلام ده كله. اذا مين هو الكاستمر بتاع الشركات اللي هي ليها اكتر من الشانل دي؟ مين هو الكاستمر بتاع ال ال البرنامج اللي بيجي في التلفزيون او فيفا او اي مسابقات بتبيع الداتا فيجي لها شركات تعمل سبونسر عندها؟ الكاستمر بتاعها هو الشركه اللي هتيجي تعمل الاعلان عندها او تعمل السبونسر شيب او الكلام ده كله. تمام. طيب هي مش بتخاطب الفئه دي بشكل مباشر، بس هي كده كده بتجيب ترافيك كبير جدا جدا. الترافيك ده ما هو الا عباره عن داتا، فتقدر ان هي تبيع الداتا دي للشركات اللي هي محتاجه تعمل سبونسر عشان توصل للناس والكلام ده كله. فدول تو بزنس موديلز. فبنيجي هنا بقى الحاجه مهمه، بيقول لك والله احنا عندنا بزنس موديل او عندنا قصدي ماركتنج ل... للكاستمر، للدايركت كاستمر اللي هو البيزنس اللي بيبيع للكاستمر بشكل مباشر، وعندنا ماركتنج تاني خالص للبي تو بي مثلا. اوكي. اللي هو البيزنس اللي هو بيزنس تو بيزنس. اوكي. فبس ده لا، هو الطبيعي هو الماركتنج واحد، بس الآلية بتاعت التنفيذ نفسها هي اللي مختلفة. فانا دلوقتي مثلا ماركتنج ايجنسي بشتغل مع براندز، فالبراندز دي لو هي مش قادره تبيع البرودكتس بتاعتها،
البيزنس اللي انا شغال معاه هيخسر، فلو خسر انا كمان مش هقدر هخسر معاه، لان انا مش هقدر اكمل، مش هقدر ان انا اكمل معاه لان هو اوريدي بيخسر. اوكي. فيبقى اذا الهدف من الموضوع ده ايه؟ الهدف ان احنا كلنا بنشتغل عشان الاند يوزر. فما ينفعش فيش حاجه اسمها والله انا بعمل ماركتنج بي تو بي. ايوه بتعمل الشركه البي تو بي اللي انت عايز تشتغل معاها، او الماركتنج اللي هو البي تو بي ده. طيب الشركه نفسها اللي هي البيزنس تو بيزنس دي، هي مش هي كمان بتقدم برودكت اور سيرفيس عايزه تبيعهم لاند يوزر؟ اه طبعا. طيب البرودكت او السيرفيس اللي هم بيتباعهم للاند يوزر دول، لو هم مش كواليفايد، لو هم مش بيساتسفاي نيد، لو هم مش ماركت فيت، هل العميل الاند يوزر هيشتريهم؟ لا مش هيشتريهم لو هم مش ماركت فيت. اوكي. طب لو هو مش هيشتريهم ايه اللي هيحصل؟ الشركه اللي هي بي تو بي دي مش الشركه البي تو بي دي. اوكي، هو الميتنج شغال يا شباب صح؟ عشان مش عارف حصل عندي حاجه كده. سامعين كويس؟ تمام، سامعين حضرتك. اوكي. طيب اذا لو الشركه ما قدرتش تبيع، فلو هي ما باعتش فهتخسر، فانا لو انا شغال معاها مش هكسب انا كمان، ما هي خسرت. فهي دي نفس الكونسيبت. فهو احنا كلنا بنشتغل علشان الاند يوزر، وعلشان البرودكت اللي احنا بنبيعه يكون فيتنج للاند يوزر اللي احنا بنشتغل معاه. اوكي. طيب في بقى كود هنا بتقول لك ايه؟ ثانيه واحده. طيب خلينا كده كده هنرجع لها تاني دلوقتي. دول التو بزنس مودلز بتوع الانواع بتاعه البيزنس مودلز، سواء اللي هي الاسيمتريك والسيمتريك. تمام. طيب زي ما احنا اتفقنا كده ان في الاول في الاخر احنا يهمنا ان الاند يوزر. فانا وانا شغال مع شركه بي تو بي، فانا كل شغلي ان انا بديفلوب البرودكت بتاعها بشكل كويس عشان يبقى ماركت فيت، علشان الاند يوزر يشتريه. فانا لو اشتراه فالشركه نفسها تكسب، فانا هكسب معاها. اوكي. ودي مايند سيت مهمه جدا جدا جدا، وبتفرق جدا. يعني دي تخلي مثلا العميل اللي بيشتغل معاك او الكلاينت اللي بيشتغل معاك مثلا شهرين ثلاثه، لا هو عايز يشتغل معاك سنين، لان انت اوريدي اصلا قادر ان انت تخليه يبيع. فانت لو فكرت بالمايند سيت دي هتقدر انت تساعد البيزنس بشكل كبير ان هو يبيع، مش ان انت بس عايز تشتغل معاه شهرين ثلاثه وتكسب منه. وبغض النظر بقى هل هو البرودكت بتاعه مناسب للماركت ولا مش مناسب ليه، هل هو ظهر كومبيتيشن عاليه في الماركت فانت هو مش عارف يبيع ولا لا، والقصص دي كلها. تمام. اوكي. طيب تعالى بقى ناخد الموضوع بشكل هيراليك شويه. اوكي. ونفهم الاستراتيجيز دي عباره عن ايه. طيب الاستراتيجيز دي اول حاجه، انا دلوقتي لما باجي اشتغل على اي ماركتنج استراتيجي طبعا احنا بناخدها بالتدريج. هنبدا بقى نتكلم عن الديجيتال ماركتنج، هنبدا نتكلم عن الكونتنت، الكلام ده كله، بس طبعا ده هيكون بالتدريج معانا. طيب انا دلوقتي اللهم صل على سيدنا محمد. الانواع بتاعت الاستراتيجيز دي، وازاي اصلا انا ببيلد الماركتنج استراتيجي اللي انا بشتغل بيه. اوكي. سواء بقى على اي سيكتور من السيكتور، ميديا باينج بقى، كونتنت، الكلام ده كله. فاحنا دلوقتي في انواع يعني انا دلوقتي عشان ابني بيزنس استراتيجي لازم ابنيها على الكوربت استراتيجي. طب الكوربت استراتيجي دي يعني ايه؟ الشركه دي اصلا آه، مين التارجت اودينس اللي هي هتسيرف عليهم. اوكي. يعني هاو تو تشوز مين التارجت اودينس اللي الشركه دي هتقدر تسيرف عليهم. احنا قلنا ان أنا عشان احدد البيزنس موديل في اول اجابه، مين ان احنا هنسيرف البرودكت او السيرفيس بتاعتنا للتارجت اودينس. اوكي. طيب يبقى اول حاجه بالنسبه لنا ككوربت استراتيجي، دي اعلى حاجه بقى، دي اللي بيحطها الهاي مانجمنت، دي اللي بيحطها البيزنس اونر، الكلام ده كله. مين التارجت اودينس اللي احنا عايزين نروح لهم؟ اوكي. تمام. طيب التارجت اودينس دول انا عرفت ان هم عندهم جاب او عندهم مشكله. فانا هقدم سوليوشن يقدر ان هو يساتسفاي المشكله اللي عندهم دي. تمام. تيجي بقى لتاني خطوه، هاو تو شيب الموضوع ده. يعني ازاي هتقدر ان انت توصل ديليفر؟ يعني لو هم اكتشفت ان انت عندهم مشكله، تمام، المشكله دي ازاي هتقدر ان انت تعمل لها شيبنج علشان تقدمها بسوليوشن سمارت ويفهموه. اوكي. ويقدروا ان هم يستخدموه. تمام. طبعا الجزئيه بتاعت الكوربريت استراتيجي دي احنا بس بناخدها عشان نبقى فاهمين، لكن دي مش المين بتاعنا، طبعا فيها تفاصيل كتيره. اخر حاجه هي الجفرن، ازاي هتقدر انت تحكمها. الجفرن دي جايه من جفرمنت، ازاي هتقدر انت تحكم الاستراتيجي دي، وازاي او السيرفيس او البرودكت اللي انت هتقدمه علشان تساتسفاي نيد معينه، ازاي هتقدر تحكمه بحيث انت تقدر تعمل له حاجه اسمها الاكسكيوشن بلان او بلان تشغيليه. تمام. دي بقى كل الرولز بقى اللي هي اللي تلاقي مثلا الكومباني بوليسي، والله احنا مثلا عندنا بنتعامل مع العميل بالطريقه الفلانيه، في طريقه فورمال، في طريقه فريندلي، في طريقه كذا وكذا، اليونيفورم بتاعنا كذا. دي كلها اسمها الجفرن، دي كلها البوليسيز بتاعت الشركه. تمام. طيب نيجي بقى للجزء الخطوه اللي بعديها اللي هي البيزنس استراتيجي.
والبيزنس استراتيجي لما حد ما يقول مثلا احنا بنعمل بيزنس استراتيجي، بيبقى الناس بتفتكر ان البيزنس استراتيجي دي مثلا حاجه بتتكون من 50 60 صفحه 100 صفحه، مع ان الموضوع كله في الاول وفي الاخر هو باراجراف. يعني انت البيزنس استراتيجي دي هي باراجراف انت بتقدر ان انت من خلاله تفهم بس ازاي انت الشيبنج اللي انت عملته للكوربريت ازاي هتقدر تنفذه از بيزنس. فانت دلوقتي مثلا اخترت شريحه معينه، اوكي، وعملت لهم برودكت وسيرفيس، قدرت ان انت تقدمها وتعمل لهم جفرمنت وتحط البوليسي بتاعتك والكلام ده كله. فتيجي بقى على البيزنس استراتيجي، تيجي بقى عندك اجابه سؤال. اول سؤال، هاو تو جيت ذا كاستمر، ازاي هتقدر انت تجيب الكاستمر بتاعك ده؟ والله هجيبه بقى من خلال الاونلاين، هجيبه من خلال الاوفلاين، هروح اعمل له دايركت سيلز، ايا كان البروسيس اللي انت تعملها. هاو تو جيت الكاستمر بتاعك، هعمل كامبينز اونلاين يدخل يشتري من على الويب سايت بتاعي، كل الكلام ده. تمام. طيب how to keep this customer purchasing from you، يعني ازاي هتقدر تخلي الكاستمرز دول يشتروا منك اكتر من مره. تمام. يبقى اول سؤال ازاي، how to get، ازاي هتجيب الكاستمر بتاعك، دي بقى باراجراف. والله مثلا انا هقدر ان انا هستخدم الاونلاين وهعمل ويب سايت، الويب سايت ده احط عليه البرودكت بتاعي وهبدا ان انا اعمل كامبينز، فانا هقدر اجيب الكاستمرز من خلال ده. اوكي، ده البيزنس استراتيجي بتاعتك. طيب ازاي هتكيب الكاستمر ده يشتري منك اكتر من مره وثلاثه؟ تمام. تمام. دي ليها بروسيس اللي هي الريتنشن، ازاي تقدر تخلي العميل يشتري منك اكتر من مره، ازاي هتدي له كومبetitive ادفانتج، ازاي. طبعا ده كله اللي بيخليك بقى تفكر في الخطوه اللي بعديها. طب انا دلوقتي عشان اخلي العميل يشتري مني اكتر من مره، بس انا لازم اكون ديفرنشيتد، يعني انا لازم اكون مختلف، لازم اكون عندي ميزه تنافسيه. ايه هي الميزه التنافسيه اللي انا هقدر استخدمها؟ اوكي، علشان اقدر اخلي العميل ده يشتري مني اكتر من مره. اخر حاجه، how to grow the business through them، ازاي هتقدر انت تكبر البيزنس معاهم. اوكي، تخلي تعمل بقى الريفيرال، تشتروا منك اكتر من مره، تدخل برودكتس لاين مختلفه عن طريق حاجه اسمها الكاستمر فاليو تشين. حاجات زي كده كتير طبعا هنتكلم عنها، لان كل حاجه من دول محتاجه سيشن لوحدها يعني. دي البيزنس استراتيجي، هي بتبقى باراجراف مش حاجه. في فرق ما بين البلان وفرق والاستراتيجي. اوكي، انا بتكلم هنا على نطاق الاستراتيجي، هنتكلم دلوقتي الفرق ما بين البلان والاستراتيجي في سلايد تاني بعدين. فدلوقتي ايه ده البيزنس استراتيجي؟ البيزنس استراتيجي بيقول لك ازاي هتقدر تجيب الكاستمر، ازاي هتجيب الكاستمر ده يشتري منك، اوكي، وازاي هتجرو البيزنس ثرو زم، عن طريق بقى انت هتدخل والله مثلا وانس ان انا في عميل اشترى مني ببادجت معينه في خلال فتره زمنيه معينه، فانا ممكن ادخل له ابيع له برودكت تاني وهكذا. دي بيبقى طبعا بتقسمها انت از بزنس اوبجيكتيف، بزنس فيجن بالنسبه لك. تمام. طيب انا كده بالنسبه لي عملت الكوربريت استراتيجي وعملت البيزنس استراتيجي. طبعا احنا بنفهم ده از الهيراريك بس عشان يبقى فاهمين احنا مكاننا فين. نيجي بقى بعد البيزنس، كل الفانكشنال استراتيجيز. وهنا أنا بقول استراتيجيز مش استراتيجي واحده بس، فانت عندك اكتر من فانكشنال استراتيجي، من ضمنها ايه؟ الفاينانس. تمام. ازاي هتخلي البيزنس ده يصرف او يحط كاش فلو علشان يقدر ان هو يشتغل، اوبتمايز الكاش فلو، كل القصص دي طبعا. تمام، ده اللي هو الفاينانشال استراتيجي. تمام. نيجي بقى للماركتنج استراتيجي، ازاي هتقدر ان انت برضو نفس الثلاث حاجات، هاو تو انيبل، كومبلاي، اوبتمايز، ازاي هتقدر انت تعمل ماركتنج يوصلك للفيجن اللي انت حاططها في البيزنس استراتيجي. تمام. وازاي هتقدر ان انت تعملها انتجريتد، وازاي هتقدر توبتمايز ده وتبقى كنترولبل بالنسبه لك، وتقدر تعمله تشينج باستمرار بما ان الماركت دايناميك وحاجات زي كده كتير. فالفانكشنال استراتيجيز هي اي حاجه تحت البيزنس، ماركتنج، فاينانس، سيلز، اوبريشن، اي ديبارتمنت تحت البيزنس بيبدا يتعمل له استراتيجي ديبندد اون ايه البيزنس نفسه. فانا مثلا لازم دلوقتي علشان اقدر حتى لو العميل مش عاملها، يعني اوقات مثلا ندخل كونسلتيشن مع كلاينت فهو مش فاهم يعني ايه اصلا بيزنس استراتيجي وما عملهاش قبل كده، بس هو عارف البرودكت بتاعه وعارف هو بيبيع مين وهكذا. بس انا عايز اخد منه اجابه معينه بما انه اصلا اوريدي فاهم الماركت اللي هو شغال فيه. اوقات بيبقوا ناس طبعا شغالين بقى لهم سنين وبيبيعوا والدنيا تمام بالنسبه لهم، بس بيوصلوا مرحله كده من الماتيوريتي، فعايزين ان هم يقدروا يسكيل اكتر من كده والكلام ده كله. فتي هو ما عملش بيزنس استراتيجي ومش عارف يعني ايه بيزنس استراتيجي اصلا، وشغال في الماركت وزي الدنيا زي الفل بالنسبه له. فانت تبدا انت من خلال النقطه دي تبدا انت توجه العميل. طيب انت دلوقتي ازاي كنت بتفكر ان انت هتجيب الكاستمر بتاعك، تبدا تفهم منه البيزنس استراتيجي بتاعته، اوكي، حتى لو مش كاتبها، وبناء عليها تبدا تشيب الماركتنج استراتيجي اللي انت عملتها.
طيب طبعا ده بيحدد لك بعد كده البيزنس اوبجيكتيف نفسه، البيزنس محتاج ايه وحاجات زي كده كتيره جدا، عشان تقدر ان انت تحط اوبجيكتيفز للماركتنج مظبوطه، تقدر انت تشتغل عليها وتوزعها بقى على الديجيتال ماركتنج بروسيس بتاعتك او الماركتنج بشكل عام. اوكي. طيب احنا عندنا مشكله ان كل الناس طبعا، احنا واحنا بنشتغل في السلايدز بشكل عام دلوقتي واحنا بنسكرول تحت نخلص واحده واحده، هنكتشف بقى في الاخر ان احنا بنبدا من اخر مرحله خالص. يعني هي الناس يعني لما تيجي تشتغل على اكونت مثلا، بتلاقي نفسك بدأت من آخر مرحلة، اللي هو أنت عايز تبدأ بالميديا باين كامبين على طول، عايز تبدأ بالكونتنت بلان كامبين على طول. طب أنت فاهم أنت مين هو الكاستمر بتاعك؟ إزاي أصلا بنشيب البيزنس ده، عمل شيبنج، وإزاي هحافظ على البيزنس ده؟ طب لو هي مش موجودة إزاي هنقدر نشتغل عليه عشان تزود الريتنشن؟ حاجات زي كده كتير. فكل الكلام ده هو بيفتح لك بيبان وبيفتح لك دايركشنز عشان تقدر تحدد ايه هي الاكتيفيتيز اللي انت هتعملها في الماركتنج عندك. تمام. طبعا كل فانكشنال استراتيجيز من دول بيبقى ليها ثلاث حاجات اساسيين، اللي هي الاوبريشن، اللي هي الاس او بي، اختصار للخطوات اللي هي بتتم علشان نقدر ان احنا ننفذ الاوبجيكتيف ده للاخر، والاكسكيوت التنفيذ، والامبروف اللي هو التحسين في الخطوات نفسها. اوكي. طيب نيجي بقى ندخل شويه انديب اكتر. احنا كده فهمنا بس احنا فين بالظبط كماركتنج، فين من البيزنس بشكل عام. طب لو جينا بقى نفهم كماركتنج. تمام. طيب احنا عندنا هنا في الماركت طيب في طلع بعض الاستاديز وبعض الاناليسيز بتقول ان شركه ريد بول واخده 60% من الماركت. اوكي. وفي ستاديز تانية بتقول والله ان شركه ريد بول واخده 12% من الماركت. من وجهه نظركم مين الصح؟ يعني الاستاديز اللي بتقول او الاناليسيز او الريبورتس اللي بتطلع بتقول ان شركه ريد بول واخده 60% من الماركت، ده صح ولا 12% في الماركت؟ من وجهه نظرك انه صح؟ ممكن نتشات نقول في الشات عادي. الاثنين صح. اوكي. طب لو الاثنين صح ليه طيب؟ حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. طيب لما نيجي مثلا نشوف اجاباتكم صح طبعا. في بعض الاستاتيز بتقول والله ان شركه ريد بول واخده 60%، وبعض الاستاتيز الثانيه بتقول ان شركه ريد بول واخده 12%. فنيجي سنه سنه مين صح؟ الاستاتيز اللي بتقول 60% ولا الاستاتيز اللي بتقول 12%؟ هو اكشلي الاثنين صح. اوكي. طيب عشان نفهم ليه الاثنين صح، فاحنا لازم نفهم اصلا ايه هو الماركت. يعني ايه ماركت اصلا؟ لما اجي اقول يعني ايه ماركت، فالماركت ده ليه ديفينيشن، وامتى اقول ان ده الماركت. ويعني لما اجي اسال اقول لك مثلا والله انت شركتك واخده ماركت شير 20%، وفي حد تاني يقول لك شركتك واخده ماركت شير 50%، فانت ترد عليا تقول لي ايه؟ ارد عليك ترد عليا تقول لي من انه ماركت بالظبط، هل من انه ماركت اللي انت تقصد عليه. فعشان نفهم يعني ايه من انه ماركت فلازم نجاوب برضه على ست اسئله دول. اوكي. طيب عشان نقدر نحدد ايه هو الكوريكت ديفينيشن للماركت، او الماركت ده هو ايه بالظبط، ديفاين الماركت. فاحنا الماركت ده هو ار وي كومبيتنج وذ، مين اللي بينافسنا. اوكي. مين الكومبيتيتورز بتوعنا. عشان نقدر نحدد الماركت فلازم نحدد مين هم الكومبيتيتورز بتوعنا. تمام. طيب فين اكتر فاليبل كاستمر بالنسبه لنا؟ وهل اصلا دي نقطه تانية بقى خالص ممكن نتكلم فيها بعدين، هل الكاستمرز دول يعني في كاستمر فاليبل وفي كاستمر نوت فاليبل ولا لا؟ يعني دي حاجه برضو فكروا فيها، هنتكلم عنها بعدين ان شاء الله، لان هي انواع. مش كل الكاستمر هو الكاستمر بتاعك. في كاستمر انا ممكن امشيه علشان هو يعني واخد اوبريشن وهاصل كبير جدا وبيليس بروفيت بالنسبه لي، فانا عايز استثمر الريسورسز دي في حد بيديني فاليو اكبر منه. فمش كل الكاستمر فاليبل، ودي ليها انواع وبتعمل لها ستادي كده عشان تقدر تحدد الاستراتيجي بتاعتك، تشوف بقى نسبه الكاستمر دول كام وكام وكام، فتحدد انت موقعك فين بالظبط في الماركت. يعني انت واخد مين من الكاستمرز. ممكن تلاقي حد تاني واخد الكاستمرز اللي هم ما بيفصلوش كتير، معاهم بادجت الكلام ده كله، ومعاه مثلا 3 4 كلاينتس. اوكي. وانت معاك 20 كلاينت، كل واحد عمال يهاصل بقى وما بيدفعش كتير وحاجات زي كده كتير. تمام. فانت لازم تعرف فين الفاليبل كاستمر بالنسبه لك. تمام. طيب اخر حاجه او رقم ثلاثة، when do they usually demand our offering؟ يعني امتى في العاده الناس دي بتطلب الاوفر اللي احنا بنقدمه؟ اوفر هنا مش معناها الاوفر او العرض او السعر اللي انت عامله او الكلام ده كله. الاوفر ده معناها الفاليو اللي انت بتقدمها له. اوكي.
رقم أربعة what should be our competitive positioning. إيه هي ال competitive positioning بالنسبة لنا؟ إحنا إيه بالظبط البوزيشننج بتاعنا في الماركت؟ تمام. how our customers may be satisfied، إزاي الكاستمرز دول بيكونوا satisfied، which features and the offering matters the most. تمام. ودي حاجة اسمها success factor، هنتكلم عنها دلوقتي. إزاي تحدد بالظبط إيه هو الحاجة الفاليبل عند العميل، تمام، عشان تعرف أنت بتinvest في إيه. في مثل كده بتوع الماركتينج عارفينه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو انت لقيت ان العميل او الكومبيتيتور بتاعك قصدي بيعمل حاجه غلط، بتعمل ايه بقى انت؟ بتسقف له، بتسيبه يكمل في الغلط. تمام. فانت عشان من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تلاقيها، تلاقي مثلا الكومبيتيتور بتاعك عمال ينفست في حاجات مش فاليبل عند العميل، ودي هنعرفها ازاي ونحددها ازاي دلوقتي. فانت لو لقيته مثلا عمال العميل مثلا عايز حاجه فيها كواليتي عاليه جدا، فهو عمال ينفست في التكنولوجي والديزاين والكلام ده كله، هو اصلا مش محتاج ده، هو عايز حاجه كواليتي عاليه. تمام. فانت سايبه عمال يصرف فلوس في الدايركشن ده، وانت عمال تقدم للعميل الحاجه الفاليبل بالنسبه له. اوكي. طيب، ده بالنسبه للماركت. طيب يبقى احنا كده عندنا هنا تو ديفينيشنز للماركت من تو سايدز، يعني من جانبين. جانب السبلاي، تمام، اللي هو جانب العرض، اللي هو الجانب بتاعنا كشركه او كبزنس. تمام. اللي هو من الاخر امتى احدد الماركت بتاعي ازاي؟ عن طريق اشوف مين اللي بيبيع نفس البرودكت اللي انا ببيعه، فهو ده يبقى الماركت بتاعي. لو شركه بود ببيع حاجات اللي هي انرجي درينكس والكلام ده كله، فكل الكومبيتيتورز اللي هم بيبيعوا انرجي درينكس دول دايركت كومبيتيتور، وده هو الماركت بتاعي. تمام. طيب ده من جانب بتاعنا كسبلاي سايد. طيب فروم ديماند سايد من جانب الكاستمر نفسه. طيب من جانب الكاستمر نفسه بيقول لك what our customer consider analyzing your target customer consideration. يعني من الاخر الكاستمر بتاعك هو حطك في انهو زون بالظبط، وحطك البرودكت بتاعك في انهو مكان او انهو بوزيشن في الماركت. تمام. طيب يبقى اذا بقى لما نيجي بقى للاجابه بتاعت ريد بول، واخده 60% ولا واخده ولا واخده 12%؟ فاحنا بنتكلم مثلا شباب، لو حد خدوا بس بالكم من الكاميرا عشان ممكن تتفتح. تشيكوا على الكاميرا تاني يا شباب. طيب طيب يبقى نيجي بقى للسؤال. شركة ريد بول واخدة 60% ولا 12%؟ فيبقى الإجابة بتاعتي والله أنهو ماركت؟ هل الماركت بتاع الفود أند بافريج بشكل عام؟ اه واخدة 12%. طيب الماركت بتاع الانرجي درينك واخدة 60% من الماركت ده. تمام. طيب ده بالنسبه لنا وات از ماركت اند هاو تو ديفاين ذا ماركت اللي احنا شغالين فيه. فلما تيجي مثلا حد يقول لك والله ده انا واخد ماركت شير مثلا 60%، تعال قول له والله انت قصدك على انه ماركت بالظبط، وانه كاستمر بالظبط. هل الكاستمر فاليبل ولا الكاستمر الرش اللي هم بياخدوا هاسل واوبريشن كتير على الفاضي؟ طيب نيجي بقى للنقطه الثانيه. ماركتنج بلان فيرسز ماركتنج استراتيجي، او البلان في اس الاستراتيجي. سوري يا شباب. ايه الفرق ما بين البلان والاستراتيجي؟ البلان دي اللي ممكن تعدي مثلا ال 100 صفحه، ممكن تعدي ال 200 صفحه، الكلام ده كله. فالبلان هي اشمل واعم من الاستراتيجي. البلان ممكن يكون فيها اكتر من ماركتنج استراتيجي. فلو انا عامل ماركتنج بلان بحدد اوبجيكتيف معين عايز اوصل لها، فالاوبجيكتيفز دي علشان اقدر اوصل لها لازم لها استراتيجي، لازم عشان اقدر اوصل لها يكون في استراتيجي اقدر من خلالها اوصل لها. طب الماركتنج فيه 28 ماركتنج استراتيجي، يعني الماركتينج فيه 28 ماركتينج استراتيجي. تمام. هنبقى اكيد هنتكلم عن واحده واحده فيهم بعدين ان شاء الله، ممكن يبقى نتكلم عنها في سيشنز بعدين. تمام. فالبلان بيكون فيه اكتر من استراتيجي، وكل استراتيجي بتسيرف على اوبجيكتيف معين. فيجي سؤال يقول لك والله امتى البلان، امتى الاستراتيجي دي تخلص؟ يعني امتى اقول خلاص انا كده وصلت؟ او امتى الاستراتيجي دي اوقفها واغير الاستراتيجي؟ والله بنقول احنا بنوقف الاستراتيجي لو احنا وصلنا للاوبجيكتيف اللي هي محطوطه علشانه. فلو عايز اخد ماركت شير مثلا لو عايز ازود المبيعات بتاعتي بنسبه 20%، حطيت لها استراتيجي عشان اعملها ريتنشن وكذا وكذا وكذا، ووصلت فعلا ان زودت المبيعات ب 20%، خلاص يبقى كده الاستراتيجي دي خلصت وحققت الاوبجيكتيف بتاعي، فابدا ان انا اسيتنج استراتيجي جديده على حسب الاوبجيكتيف الجديد اللي انا حطيته. تمام. فالبلان بتبقى انكلودد اكتر من ماركتنج استراتيجي او اكتر من استراتيجي. كل استراتيجي بيكون هدفها ان هي تحدد اوبجيكتيف معين عايزه توصل له، ان هي تشتغل عليه.
طيب في بقى كود جميله قوي دي برضو من المايند سيت الكويسه قوي، تمام يعني هتكون جدا مفيده بالنسبه لكم. هي ايه هي البيربز بتاع الماركتينج؟ اوكي، ولكن البيربز بتاع الماركتينج ان هو يماكسمايز الفاليو بتاعت الستيك هولدرز، يعني من الاخر كده يخلي احنا بنعمل ماركتينج اكتيفيتيز علشان الناس اللي هم ليهم حصص في الشركه، ناس اصحاب الشركه، ان البيزنس بشكل عام يكون بيكسب. فاحنا اي ماركتينج استراتيجي بتتعمل علشان تحقق اوبجكتيفز ان هي تماكسمايز الفاليو بتاعت الستيك هولدرز او بتاعت البيزنس بشكل عام. فانت دي برضو مايند سيت كويسه لما تيجي تشتغل على اي بزنس، فتبقى عارف انت مش بتشتغل على البيزنس ده علشان تعمل له ميديا باينج كامبين ولا تعمل له كونتنت بلان ولا الكلام ده كله. انت في الاول في الاخر اي اكشن انت هتاخده المفروض يخدم على الفاليو اللي بيكسبها البيزنس ده اخر الشهر. عشان نرجع بقى لاول بوينت خالص اللي احنا كنا اتكلمنا فيها، اللي هو لو البيزنس ده كسب فانا هكسب معاه، طب لو هو ما كسبش انا مش هكسب. دي مايند سيت لازم نشتغل عليها. فاحنا الاوبجكتيفز بتاعتنا واضحه واهداف بتاعتنا واضحه، المفروض ان احنا نبقى بكل الاكتيفيتيز اللي احنا بنعملها المفروض بتخدم على ده. ف في حاجه كده دايما بنشتغل بيها، بنقول ان البرفورمانس بتاعنا اي كان البرفورمانس ده حلو او وحش هو مبني على ديسيجنز، مبني على قرارات. يعني انا اخدت قرار ان انا اصرف على البرودكت ده في كامبين، فالبرودكت ده ما جابش. طيب ما جابش ليه؟ كده البرفورمانس بتاعي هيبقى مش كويس. طب لو جاب كويس ورؤس كويس والبرودكت ده كسبان، فكده الرؤس بتاعي هيبقى كويس او البرفورمانس بتاعي هيبقى كويس. ده في الاول في الاخر مبني على قرار انا خدته. تمام. طيب الديسيجنز نفسها احنا بناخدها ليه؟ بناخدها ازاي؟ الديسيجنز بناخدها عن طريق الداتا. احنا بنشتغل فبيظهر لنا داتا، الداتا دي بنعمل لها انالايز فنقدر نحدد ايه هي الديسيجن، انسب ديسيجن ممكن ناخده علشان نقدر ان احنا نحقق الاوبجيكتيف او نحسن البرفورمانس بتاعنا. فدايما لما بنيجي نشتغل على اي اكتيفيتي فبيبقى هدفنا حاجتين، يا اما بنحقق الاوبجيكتيف اللي هو محطوط علشانه، يا اما بيطلع لنا داتا، الداتا دي بنعمل لها انالايز عشان الديسيجن اللي بعديه يكون ديسيجن صح ويحقق البرفورمانس اللي احنا محتاجينه. تمام. طيب. طيب ريجاردنج بقى الماركتنج كونسبت اللي احنا قلناه ده، نفهم بقى ايه نفهم ان احنا if we take good care of our customer sales and profit will follow. يعني لو احنا اهتمينا بالكاستمر بتاعنا وقدمنا فعلا سوليوشن مناسب وساتيسفاينج ليه وعملنا ديفلوبمنت للبرودكت بشكل كويس، ان البرودكت ده يكون فعلا differentiated وفيه competitive advantage، فبالنسبه لنا طبيعي بعد كده ان السيلز والبروفيت هيبداوا ان هم يتحققوا ان شاء الله بشكل دايركت. لحد هنا يا شباب حد عنده سؤال؟ احنا طبعا اتكلمنا في مايند سيت، يعني كل اللي احنا اتكلمنا فيه شويه كونسبتس بس كده ناخد منها مايند سيت علشان دي هتبقى مفيده جدا بالنسبه لنا ان شاء الله واحنا بنكمل يعني. ينفع اتكلم عادي ولا؟ اه طبعا. ازي حضرتك؟ انا بس احب اعرفك بنفسي. طيب الاول انا اسمي احمد اسامه، انا عندي 21 سنه، انا شغال اتش ار ريكروتمنت. انا بس كنت عايز اللي هو اتطور اكتر. انا شغال جنب اتش ار ريكروتمنت اورجانيزيشن. كنت عايز اتطور اكتر، وبصراحه ابقى افتح ايجنسي. بس الموضوع كنت عايز اتكلم فيه امبارح بس ما عرفتش. آم، اجيب موظفين، انا سهل ان انا اقدر اجيب موظفين، بس صعب ان انا مثلا اتفق مع شركات ان انا افتح ايجنسي كريكروتمنت. اتفق معاهم ازاي؟ دي ما اعرفش اعملها ازاي. وهل مش لازم ان انا ليه مقر؟ عادي ممكن اعملها والله، يعني مثلا بيج مثلا، ولا ايه بالظبط يعني؟ وحتى كمان برضو مصدر راس المال، هل لازم ان انا اتعامل مع الشركات اديهم فلوس مبلغ ان انا اقدر اتعامل معاهم واجيب لهم ناس فعلا، ولا ايه بالظبط؟ بس انا كنت عايز ان هو انا اتطور اكتر، ان انا مثلا كمان سنتين او كمان سنه بالظبط ابقى اونر. بس انا عايز اتطور مش اكتر. اوكي طيب بص يا سيدي، دلوقتي انت علشان تقدر ان انت تجاوب على السؤال ده، فانت اولا لازم تكمل الايفنت اللي احنا عاملينه ده للاخر وتفهم يعني كل الكونسبتس اللي احنا بنتكلم بيها. انت دلوقتي انت بتتكلم في هاو تو بيلد بزنس او بزنس موديل معين كريكروتمنت ايجنسي. الريكروتمنت ايجنسي دي المفروض ان هي طلب انت تقدم الريكروترز اللي هم بيقدموا عندك دول الشركات وحاجات زي كده. ففي اوريدي ناس عاملين كده بس عندهم اكسبيرينس كبيره وبيبقى عندهم نتوركينج ومتخصصين في مجالات معينه. حد مثلا ريكروتر في الاندستري بتاعت الماركتنج بس فمعاه داتا كبيره فاوريدي عامل كونكشنز
فالموضوع ده بيمشي يعني، فاهمني؟ فممكن يبقى ده محتاجه ديسكشنز اكتر، فممكن نتكلم فيها برايفت، اوكي، او نتكلم حتى بعدين في وقت ما يعني، لانها محتاجه كلام كتير ممكن نتكلم فيه ان شاء الله. خلاص مفيش مشكله، شكرا لحضرتك جدا. حبيبي، حد عنده اي سؤال يا شباب قبل ما نكمل؟ طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن نقطة مهمة جدا جدا من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبقى فاهمينها قبل ما نيجي نشتغل في الماركتينج او اي ماركتينج بروسيس. هي السترينث اند ويكنس اناليسيز، ودي طبعا اللي هي بنقول عليها اللي هي السوات اناليسيز. والسوات اناليسيز دي احنا للاسف لما نيجي نعمل سوات اناليسيز مثلا، او البي دي اف اللي انا بشوفها كسوات اناليسيز، فهي بتكون سوات بس من غير اناليسيز. يعني حد عامل الموديل بتاع السوات بس مفيش اناليسيز ليه، يعني مفيش اكشنز هياخدها بعد الاناليسيز اللي هو عمله ده. فانت دلوقتي عشان تقدر انت تعمل بقى حاجه براكتيكال وبشكل عملي وتعرف تطبقها فعلا في البيزنس بتاعك، فانت بنشتغل حاجه اسمها السترينث اند ويكنس اناليسيز، وبتكون حاجه اسمها السكسس فاكتور عشان تقدر تحدد ايه هي الحاجه الفاليبل عند العميل، فبناء عليها تبدا تشتغل. فانت لو انت بتعمل براند او بتعمل برودكت، او ومحتاج تعرف العميل اللي انت عايز تستهدفه ده محتاج ايه بالظبط في المنتج بتاعك، فده اللي احنا بنعمله حاليا اللي اسمه السترينث اند ويكنس اناليسيس. اوكي. طيب. طيب السترينثز اند ويكنس اناليسيس ده بيساعدك ان انت تبريدكت او تتنبأ بالكومباتيتور اكشنز، اوكي، والانتنشنز بتاعته، من ناحيه بقى الديفلوبمنت بتاع البرودكت والاكشنز اللي هو عايز ياخدها والكلام ده كله. لان هو في الاول في الاخر انتوا الاثنين بتتنافسوا على نفس الشخص بنفس الكاستمر. فانت محتاج تعرف الكاستمر ده محتاج ايه، فبناء عليها تبقى عارف برضو ان الكومباتيتور بتاعك ده ايه الاكشنز اللي هو ممكن ياخدها علشان يقدر ان هو تقدر انت تعمل تقدر انت تعمل يعني كومبيتيشن كويسه في الماركت يعني. تاني حاجه ان انت تايدنتيفاي البوينتس والديفرنسز البوزيشنز، ايه الحاجات الاختلافات اللي انت ممكن تعملها علشان تقدر ان انت تبوزيشن البرودكت او السيرفيس بتاعتك. في حد بيقول تطبيق في مصر صعب، صاحب الشركه الاونر بيقول لك امسك لي التسويق بيسيبك عايم ولا في اي ميزانيه ريسيرش. ما انا بقول لك، ما اوريدي ده الكلام اللي انا قلته في الاول، ان للاسف مش كل الكاستمرز هتلاقوهم كده، يعني مش كل الكلاينتس هتلاقوهم هم فاهمين الكلام اللي انا بقوله ده. بس دورك انت ان انت توجههم، يعني دايما انا بشوف كده. الحمد لله احنا بنقدر نطبق ده عندنا كويس، سواء العميل جاي فاهم فاحنا بنقدر نكمل، او بنقدر نوجهه. لان في الاول في الاخر هو بيجي لك علشان عنده مشكله، يعني لو هو ما عندوش مشكله مش هيجي لك، او مش قادر ان هو يحل المشكله دي. فانت لو ما قدرتش انت توجهه بشكل براكتيكال وبشكل عملي صح، مش هتقدر برضه تحقق معاه بيرفورمانس يعني. تمام. طيب السترينث اند ويكنس اناليسيس دي، ده بيكون اكسرسايز احنا بنشتغل عليه. الاكسرسايز ده يا شباب احنا بنطبقه عندنا في الشركه، يعني بنشتغل بنفس الطريقه دي، والله مش بخلين عليكم بحاجه يعني. فالسترينثز اند ويكنس اناليسيس دي، فاول حاجه بالنسبه لنا بنحدد حاجه اسمها الكريتيكال سكسس فاكتور بالنسبه للعميل، مش بالنسبه لك انت كبزنس اونر، مش بالنسبه لك انت كحد بيشتغل في الماركتنج او ماسك البروجكت. انت عايز تفهم ايه السكسس فاكتور بالنسبه للعميل نفسه. يعني ايه سكسس فاكتور؟ يعني انت عايز تفهم العميل عشان يشتري المنتج بتاعك بيبقى محتاج ايه. اوقات كتيره احنا بنبقى مخدوعين في البرودكت اللي احنا بنبيعه، بنبقى شايفين مثلا البرودكت ده احسن منتج من ناحيه السعر، احسن منتج من ناحيه الجوده، في حين ان الكاستمر نفسه على ارض الواقع اللي بيشتري هو مش شايف ده، هو شايفك لا، في ناس احسن منك من ناحيه السعر او الجوده. تمام. فانت عشان تقدر تحدد ايه الحاجه الفاليبل عند العميل، فانت لازم تعمل اكسرسايز اسمه السكسس فاكتور. طيب ده بتعمله ازاي؟ ده ماركت ريسيرش، بتاخد ماركت سامبلنج من ناس حواليك، من البراند بتاعك لو نيجي نشتغل عليه مثلا، ممكن ندخل كوميونتي من معارفنا، من صحابنا، من من حتى من عارف الاونر نفسه بعد ما نوجهه اديله دايركشن والكلام ده كله. فبناخد ماركت سامبل نبدا ان احنا نحدد من خلالها الايه الكريتيكال سكسس فاكتور دي. فنبدا نسال العميل بتاعنا والله ايه الحاجه اللي بالنسبه لك تشتري المنتج ده علشانها، سؤال بسيط. فيقول لك هتقول له فيبدا يقول لك والله آه
تبدا تساله في الاول مين هو الكومبيتيتور بتاعنا اللي انت شايف ان هو بيبيع لك المنتج ده، فانت ممكن تشتري مين او مين، فتحدد الكومبيتيتور اللي هو ممكن يشتري منه. تمام. يعني يشتري منك انت، يا يشتري منه هو. في تاني حاجه تقول له طب حدد لي السكسس فاكتور بالنسبه لك، انت المنتج ده محتاج فيه ايه بالنسبه للبرايورتيز بتاعتك. تمام. فتلاقيه مثلا يا اما ممكن دي طبعا حاجه يعني كاكزامبل، بس ممكن تختلف على حسب كل بيزنس والتاني. براند ايمج مثلا، في ناس بتشتري عشان البراند ايمج، في ناس بتشتري عشان ايفون، في ناس بتشتري عشان مثلا ده اديداس، في ناس بتشتري براند ايمج بشكل عام حتى لو السعر بتاعه غالي. يعني في احصائيه ظهرت 2020 كانت بتقول او قصدي لما ايفون بدات تاخد قرار ان هي هتشيل ادابتور من الكرتونه بتاعتها، فطلع ناس كتير قوي وقتها والشركات المنافسه والكلام ده كله تيجي تقول لك والله انت هتفقد ماركت شير كبير جدا. ليه؟ عشان انت شلت الادابتور ودي حاجه مهمه عند الناس والكلام ده كله. ف... فانت هتفقد ماركت شير وفي مبيعاتك هتقل والكلام ده كله. طيب هل مبيعات ايفون قلت؟ لا، ما قلتش. جد الاحصائيه طبعا هي شركه مدرجه في البورصه فبتطلع ارقامها والكلام ده كله. بعديها لما جت نزلت ارقامها تاني ولا في حاجه ولا في اي حاجه اتغيرت، بل بالعكس السيلز بتاعتها زادت. طب ليه هم ليه هم السيلز بتاعتهم ما قلتش رغم ان هم مثلا شالوا حاجه فاليبل جدا عند الكاستمر؟ عشان هم فاهمين الكاستمر بتاعهم بشكل كويس جدا جدا. هم عندهم اناليسيز، اكتشفوا ان كل الناس اللي بتشتري الايفون الجديد هم اصلا ايفون يوزرز. يعني انا لو انا مثلا حد معاه ايفون هتقول تقول له طب التليفون اللي انت هتشتريه جاي ايه، هيقول لك ايفون برضو. تمام. فهم اكتشفوا ان 98% من الناس اللي بتشتري الايفون الجديد هم اصلا ايفون يوزرز. فلما تشيل لهم مثلا الادابتور فهيشتروه برضه، لان هم بالنسبه لهم ترو فريندز. يعني هم بالنسبه للشركه دي اللي هي كاستمر ديفرنشيشن، يعني اللي كنت بقول لكم عليها في الاول ممكن نتكلم عنها بعدين. هو كاستمر ترو فريند فيري فاليبل بالنسبه له. اوكي. وما بيشتريش غير منه، يعني هو لويال بالنسبه له شويه. تمام. فجيت بعدها تاني سنه سامسونج عملت زيها، شالت الادابتور هي كمان. فعشان تقدر تحدد ده كسكسس فاكتور كسترينثز اند ويكنس اناليسيز، عشان تقدر تحدد ايه الحاجات اللي انت محتاج تعمل فيها انفستمنت. الاكسرسايز ده يا شباب احنا بنعمله عشان نقدر نحدد ايه هي الحاجه الفاليبل عند العميل فنعمل فيها انفستمنت. فما يبقاش العميل مثلا عاوز سرعه اوكي في الاكسكيوشن والتنفيذ، وانت تروح تعمل انفستمنت في كواليتي حاجه معينه. لا، هو محتاج اكسكيوشن، محتاج سرعه. اوكي. ما يبقاش العميل مثلا انت بتبيع له تي شيرت، هو مثلا محتاج ديزاين شكله فيت وشكله جميل، وانت عمال تروح تعمل له يعني حاجه تانية غير اللي هو محتاجها، تستخدم ماتيريال مثلا مش مناسبه للفيتنج ده والكلام ده كله. فانت بتعمل ده عشان تعرف ايه الحاجات كبايوريتيز عند العميل تقدر تعمل فيها انفستمنت. تمام. طيب ممكن يكون البراند ايمج، ممكن يكون البرودكت انوفيشن تطور في المنتج، ممكن يكون السيرفيس، ممكن يكون الديستريبيوشن كفرج اللي هي ما فيش تكاليف شحن كتيره، ممكن يكون الايكونومكس اوف سكيل، لوجيستكس، حاجات كتير قوي ممكن نتكلم فيها على حسب طبعا كل بزنس. فتقدر تحدد تاخد الماركت سامبل دي وتقدر تقول له والله انا لو عايز ان انا احدد بالظبط. ما في بعض البيزنس مثلا نيجي نشتغل عليهم خلاص البيزنس ده مش سكيلابل، يعني خلاص مش عارفين نبيع فيه اكتر من كده. فنيجي مثلا نشوف احنا نعمل الاكسرسايز ده بتاع الوكس السترينثز اند ويكنس اناليسيز، فبنلاقي ان احنا عمالين نعمل انفستمنت في حاجه العميل مش عايزها اصلا. فممكن يكون العميل مثلا عايز يشتري كل حاجه من مكان واحد، فاحنا عمالين نعمل انفستمنت عايز يزود ستوك من منتج واحد بس. فاهمني؟ فدي حاجه مهمه بالنسبه له، ولما بنيجي نعملها بنكتشف ان العميل والله بيقول انا لو عايز اشتري حاجه داخل اشتري مثلا، مش عايز اروح اشتري من الويب سايت ده كذا والويب سايت ده كذا، انا عايز ادخل ويب سايت واحد بس اشتري كل حاجتي. تمام. نفس القصه يعني. فممكن مثلا تلاقي انت بتقدم سيرفيس فتيجي تعمل الاكسرسايز ده، فبتلاقي ان العميل انت متوقع طبعا ان انت تقدم له احسن سيرفيس او احسن كواليتي من السيرفيس. اوكي. فهو بتلاقيه بتكتشف مثلا ان اهم حاجه بالنسبه له هي الكوميونيكيشن. ان انت لما يدخل مثلا وهو بتقدم له السيرفيس يبقى فيه كوميونيكيشن معاه كويس و... وتقدر تتواصل معاه بشكل فعال والكلام ده كله. فالسكسس فاكتور ده من ناحيه العميل او من ناحيه الكاستمر بتاعنا، مش من ناحيتنا احنا كحد شغال على بيزنس او بيزنس اونر. نبدا نحدد ندي للعملاء او ندي للماركت سامبل دي اكتر من فاكتور، يبدا ان هم يرتبوه على حسب الاولويات بتاعتهم ويدوا لك رانك فيه اللي هو الويت. فيبدا يدي لك الرانك بتاعك انت واخد كام
او قصدي السكسس فاكتور ده واخد كام من التوتال فاكتورز كلها. طبعا لازم كله في الاخر يساوي 100%. تمام. فانت يبدا يقول لك والله مثلا الكوميونيكيشن ده بالنسبه لي واخد 50%، يعني اهم حاجه عندك الكوميونيكيشن. طب مثلا الاكسكيوشن ده 30%. طب مثلا ان انا احقق لك اعلى رؤاز ما جبتوش قبل كده، لا يا عم انا مش عايز اجيب رؤاز ما جبتوش قبل كده، بس انا عايز انا كده كسبان ومرضي والدنيا تمام، فانا بس عايز الكوميونيكيشن سريع والاكسكيوشن سريع. تمام. فانت تبقى متوقع مثلا وانت اشتغلت على براند ان البراند ده مثلا انت عايز تجيب له اعلى رؤاس، بس هو اصلا بيعاني من ناحيه تانيه مش عارف يوصل لك، يعني فاهمني، بيكلمك وما بتردش عليه الكلام ده كله يعني. فتبدا ان هو يحدد السكسس فاكتور، وبناء عليها تعمل انفستمنت في الحاجه الفاليبل بالنسبه له. فانت لو جيت مثلا من خلال الاكسرسايز اللي موجود ده فلقيت ان الكاستمر بتاعك بيعمل انفستمنت في البرودكت انوفيشن، ده ايه؟ يعني ده معنى ايه؟ ده معنى ان هو شغال في رونج دايركشن، هو بينفست في حاجه مش مهمه عند العميل. هو اللي مهم عند العميل ايه؟ الايكونومكس اوف سكيل، الباسكت سايز بتاعتك. تمام. ده الحاجه المهمه، فانت محتاج تزود له الباسكت سايز، محتاج تزود له برودكتس. فاهم قصدي؟ فتبدا ان هو يدي لك الويت. تمام. ويبدا يدي لك والله مثلا انت سواء انت اللي هو انت والكومباتيتور بتاعك انت واخد كام والكومباتيتور كام، فتلاقي نفسك طالع لك ويت في الاخر. والله انا جبت سكور 355، الكومباتيتور جاب 280، فانا كده بالنسبه لي تمام، انا ساتيسفاي وانا احسن من الكومبيتيتور بتاعي بشكل براكتيكال في ارض الواقع نفسه. يعني الحاجات دي براكتيكال يا شباب، والله بنشتغل بيها بشكل ديلي ممكن مع البيزنس اللي احنا بنشتغل عليه. تمام. طيب ده بالنسبه للسترينثز اند ويكنس اناليسيز، وده بديل للسوات اناليسيز اللي هي زي ما قلت له كده بتتعمل سوات. تلاقي مثلا حد عامل بلان او استراتيجي وعامل اللي هو سترينثز ويكنسز اوبورتونيتيز ثريتس وكاتب، بس طب فين الاناليسيز؟ مفيش اناليسيز. طب فين الاكشنز؟ مفيش اكشنز. فالحاجات دي يعني هي مور ادفانسد ويز شويه من السوات اناليسيز والكلام ده كله بشكل براكتيكال عشان تعرف الويكنسز والاوبورتونيتيز اللي موجوده والكلام ده كله. ايه الاوبورتونيتي اللي موجوده هنا؟ الايكونوميك اوف سكيل، الحاجه اللي انا هينفست فيها. طيب لو انا لقيت ان أنا اكتشفت ان انا واخد سكور اعلى في الايكونومكس اوف سكيل بالنسبه للكاستمر بتاعي، فده معناه ان انا تمام، يعني انا سابق العميل المنافس بتاعي فيها، فانا احسن منه. طب العميل مثلا واخد مثلا سكور اعلى مني في حاجه اصلا مش فاليبل عند العميل، اتس اوكي. يعني خليه يكمل في الطريق الغلط اللي هو مكمل فيه. زي ما احنا قلنا كده، لو لقينا الكومباتيتور بيعمل حاجه غلط بنسقف له، بنخليه يكمل في نفس الدايركشن بتاعه، ك يعني ماركت منافسه. بس ده طبعا مش معناه لو حد جه طلب مساعدتك ما تساعدوش، يعني ساعده حتى لو كومبيتيتور يعني. الارزاق بيد الله. طيب نيجي بقى ازاي بنقدر نحدد الكومبetitive ادفانتج، ودي نقطه كريتيكال جدا، ومش كل البيزنسز اللي احنا بنشتغل معاهم بنلاقيهم محددين الكومبetitive ادفانتج بتاعتهم. تمام. كومبetitive ادفانتج لما يجي تقول لي مثلا لكاستمر او لعميل كلاينت بيشتغل معاك ايه الكومبetitive ادفانتج بتاعتك، فتلاقيه قايل لك حاجه، فتلاقي كل الناس عامله نفس الحاجه اللي بقولها لك دي. فانت الكومباتيف ادفانتج دي ليها اربع حاجات علشان تقدر تقول عليها كومباتيف ادفانتج. يعني عشان تقدر تقول على الحاجه دي ميزه تنافسيه لازم يتوفر فيها اربع شروط. تمام. الاربع شروط دول اللي هم ايه بقى؟ هل هي فاليبل عند العميل؟ يعني الحاجه اللي انت بتقولها ان هي ميزه تنافسيه بالنسبه لك دي، هل هي فاليبل عند العميل ولا لا؟ ده اول سؤال. طيب هل هي رير يعني نادره مش موجوده كتير؟ تمام. طيب هل هي هارد تو ليميتيت يعني صعب ان انا اقلدها؟ يعني صعب قصدي ان الكومباتسر بتاعي يقلدها. وهل هي سهله ان هي ترانسفيبل للكلاينت نفسه للكاستمر بتاعي؟ هل هي سهل ان العميل يفهمها بسهوله؟ طيب دول اربع اسئله، لو خدت في الاربع اسئله دول يس، يعني لو خدت فيهم ايوه، انا يتوفر في النقطه اللي انا بقولها دي الاربع اسئله دول، اذا اسمها كومباتيف ادفانتج. تمام. طيب لو انا مثلا آه، لقيت مثلا والله ان العميل بيقول لي ان الميزه التنافسيه بتاعتي ان انا بقدم برودكت الجوده بتاعته كويسه. تمام. فتيجي تشوف الماركت، هل هو الوحيد اللي بيقدم بنفس الجوده دي؟ تمام. تسال نفسك اول سؤال، هل هي فاليبل عند العميل ان الكواليتي بتاعت المنتج ده يبقى كويس؟ اه فاليبل، خلاص خد يس في اول نقطه. طيب تاني نقطه، هل هي نادره يعني رير؟ طيب تيجي بقى تشوف الماركت، تعمل كومباتيف اناليسيس، تشوف تبدا تخش تشوف المنافسين بتوعه الكلام ده كله. طيب لقيتها ان هي مش رير يعني مش منتشره، كل الناس مقدمه المنتج بنفس الجوده، اذا هو ما عندوش كومباتيف ادفانتج اصلا. طب لو هو اصلا هي رير نادره مش موجوده، طب هي هارد تو اليميتيت يعني صعب ان اي كومباتيتور بكره الصبح يروح يعمل نفس اللي انا عامله وينافسني فيه.
طب لو ايوه تبقى هي شورت تيرم كومبetitive ادفانتج، يعني ممكن اي حد يخش ياخدها مني في اي وقت. تمام. طب لو صعب ان هارد تو ليميتيد، صعب ان العميل يقلدها في اي وقت، آه فده فده بالنسبه لي لونج تيرم كومباتيف ادفانتج. اخر حاجه انها تكون مفهومه بالنسبه للكاستمر بتاعي. هل الكاستمر بيفهم لما اجي اقول له والله مثلا انا المنتج ده كومباتيف، الميزه التنافسيه بتاعتي فيه ان هو بيساعدك تنجز الشغل بتاعك بشكل اسرع، ففهم النقطه دي، فهم انها توفر لي وقت وهتوفر لي مجهود وهتوفر لي مش عارف كذا وكذا وكذا. لو بقدم له مثلا اي سوليوشن في اي حاجه خاصه بالشغل بتاعه. تمام. فتبدا بقى تسال نفسك الاسئله دي في كل كومباتيف ادفانتج دي كده، تقول للعميل والله يكتب لي الكومباتيف ادفانتج بتاعتك لو انت شغال عليها مثلا ولسه شغال على الاكونت ده. فيجي يقول لك كومبيتيتيف 1 2 3 4، تبدا بقى انت تساله تقول له طيب انا دلوقتي عايز اعمل معاك اكسرسايز عشان اقدر احدد هل الكومبيتيتيف ادفانتج دي هل هي فعلا كومبيتيتيف ادفانتج، ولا شورت كومبيتيتيف ادفانتج، ولا هي اصلا نوت كومبيتيتيف ادفانتج. فتبدا تسال هل دي فاليبل عند العميل. العميل محتاج ديزاين كويس، انت رايح عامل له جوده، يا عم هو مش عايز جوده وعايز حاجه الديزاين بتاعها يكون كويس. طب هل هي مفيش غيرك بيعملها، رير نادره، حتى لو غيرك فناس كتير، ولا عدد قليل قوي والماركت كبير عليكم وانتوا تمام. طب ايه هارد تو ليميتيد التكنولوجي اللي مع عشان حد مثلا يخش ينافس ايفون في نفس البرودكت بتاعه، محتاج سنين من الانوفيشن والتيم والصرف والكلام ده كله عشان يقدر يوصل نفس البوزيشن اللي هي وصلته ونفس التكنولوجي اللي هي وصلت له. اوكي. فهي هارد تو ليميتيد. طب هل العميل بتاعك فاهم ان دي الكومباتيف ادفانتج بتاعك ولا مش فاهم لسه؟ اوكي. طب لو توفر فيها الاربع شروط دي بنسمي دي كومباتيف ادفانتج. تبدا انت تستخدمها بقى في الكونتنت بتاعك، تستخدمها في الكوب رايتنج، تستخدمها في الكامبينز اللي انت بتعملها، كل القصص دي. طب غير كده ما اسمهاش كومباتيف ادفانتج، انت شغال على الله، ممكن تكسب وممكن لا، ممكن العميل يشتري منك وممكن يشتري منك من اي حد تاني غيرك. الحاجات دي يعني بتحتاج ايفورت طبعا، بتحتاج شغل كتير، بتحتاج برودكت ديفلوبمنت. الفايل ده هينزل على الجروب، هو كده كده السيشن كلها هتنزل ان شاء الله. تمام. طيب يبقى اذا عشان نقدر نحدد الكومباتيف ادفانتج بتاعتنا، فاحنا لازم نحدد اول حاجه السترينثز اند ويكنس اناليسيس بتاعتنا. لازم نحدد ايه هي الويتش ريسورسز اند كابابيلتيز، الباب يا جماعة. الريسورسز والكابابيلتيز بتاعت البيزنس. تمام. واخر حاجه ايه هي من الريسورسز اند كابابيلتيز دي فاليبل يونيك. تمام. مش يعني نوت رير قصدي. تمام. وهارد تو ليميتيد وترانسفيربل بالنسبه للكاستمر بتاعي. تمام. ساعتها اقدر اقول ان دي كومباتيف ادفانتج بتاعتي بالنسبه لي، ودي اول حاجه عشان نقدر نقول بسم الله احنا ممكن نبدا نعمل ديجيتال ماركتنج. يعني طالما انت مثلا شغال على بيزنس ولسه كل اللي فوق، طبعا في حاجات كتيره يعني في حاجات اكتر من كده بكتير ان شاء الله هنتكلم عليها في سيريس في سيشنز ممكن نعملها. بس احنا عشان نقدر نقول والله البيزنس ده نقدر ان احنا نكمبيت بيه وننزل نعمل حاجه، فاحنا لازم نيفالويت كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. فتيجي بقى ايه بقى اللي بيحصل، تلاقي ان اللي بيحصل كل ده تلاقيه عمال يبدا من اول الديجيتال ماركتنج على طول. ازاي هنقدر نعمل كامبين وكونتنت؟ طب انت عرفت الكومباتيف ادفانتج بتاعت البيزنس ده؟ اه العميل قالها لي. طب انت اتاكدت ان دي اصلا كومبيتيف ادفانتج ولا لا؟ ما هو العميل هيشتريك ازاي تقدر تعمل ديفرنشيشن في الماركت؟ اوكي. طب انت محدد ايه الحاجات اللي انت هتنفست فيها، إيه المسج اللي انت هتوصلها للكاستمر بتاعك؟ فاهمين قصدي؟ فده كله بريف انت بتاخده من العميل بتاعك، حتى لو العميل مش فاهم ده، يعني حتى لو العميل مش عامل بيزنس استراتيجي، مش فاهم يعني ايه الكومبيتيف ادفانتج، هو مش دوره على فكره ان هو يكون فاهم. يعني طبعا ميزه جدا جدا الكلاينت يكون فاهم الكلام ده وبيساعدك بشكل كبير قوي وقادر يبني بيزنس موديل ناجح. بس هو اوقات كتيره هو مش دور ان هو يكون دارس ماركتينج، هو ممكن حاجه هو عنده خبره فيها، عنده اكسبيرينس فيها عملها وعنده نتوركينج ويقدر ينجح، بس محتاج حد جاي فاهم يقدر يساعده ان هو يصيغها. فده دورك بقى، دورك ان انت تبدا تفهم هو عنده كومباتيف ادفانتج ولا ما عندوش. طب ايه الحاجات اللي هو محتاج يطور نفسه فيها؟ اكتشفت ان هو ما عندوش كومباتيف ادفانتج خالص، روح تعمل سترينث اند ويكنس اناليسيس وتشوف ايه الحاجات الفاليبل عند العميل علشان تقدر تنفست فيها يبقى عندك كومباتيف ادفانتج. فاهمين السايكل عامله ازاي؟ ساعتها نقدر نقول والله احنا هنبدا بسم الله بسم الله كده نشتغل على الديجيتال ماركتنج. لان هو الديجيتال ماركتنج ما هي الا تولز، ادوات احنا بنستخدمها علشان نقدر نimplement الماركتنج، نبدا نimplement الماركتنج اكتيفيتيز. هي ديليفري تولز، هي مش ساينس جديد من الماركتنج. تمام. هو في الاول في الاخر ماركتنج واحد، البروسيس بتاعته للاسف
في حاله من الكفران بالعلم بشكل عام، اللي هو يا جماعه الكلام ده نظري اصلا مش هنقدر نطبقه. بس انت ممكن ما تشكش في نفسك ان انت فهمت غلط مثلا. يعني أنا بشرح توبيك معين، زي مثلا سترينث اند ويكنس اناليسيز، فانت ما قدرتش تفهمه مني بشكل كويس، فجيت تطبقه لقيته ما بيطبقش. فقلت خلاص، انا بالنسبه لي الكلام اللي انت بتقوله ده نظري، وده اصلا حاجه ما تطبقش. وانا هشوف الحاجات العمليه، فتخش تلاقي نفسك برضه عملت تلف في سايكل مش ملهاش اخر. ممكن العكس، ممكن انا جيت شرحت لك اصلا بطريقه غلط، او ان انا ما قدرتش اوصل لك المعلومه بشكل صح، او ما اديتلكش المعلومه بشكل كافي، ممكن ده وارد. فبالتالي برضو انت ما فهمتهاش كويس، فجيت اطبقها لقيتها ما بتطبقش، قلت خلاص ده كلام نظري ما بيتطبقش. فاهمين قصدي؟ بس في الاول وفي الاخر هو الساينس واحد وبراكتيكال. والحاجات دي بتساعدك بشكل كبير جدا جدا انت تايدنتيفاي البيزنس نيدز اللي انت هتشتغل عليها في الماركت. احنا في الاول في الاخر عايزين نعمل جروث للبيزنس ده. عشان تعمل جروث للبيزنس ده، فانت لازم تكون فاهم البيزنس نيدز نفسها، البيزنس ده محتاج ايه. وعشان تعرف البيزنس ده محتاج ايه، لازم تعمل كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. اوكي، عشان بس تعرف توصل لاول خطوه في الديجيتال ماركتنج. اول خطوه اللي هي ايه بقى؟ اناليسيز للكرنت سيتويشن. هو الكرنت سيتويشن بتاع البيزنس، الكرنت سيتويشن بتاع البيزنس عنده ميزه تنافسيه ما عندوش ولا ما عندوش؟ البيزنس عامل قادر ان هو يديليفر برودكت ديفلوبد على حسب السكسس فاكتور بالنسبه للكاستمر ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ البيزنس اصلا محدد الايدنتيفاي الماركت اللي هو بينافس فيه ولا لا، ولا هو خلاص اي حد يشتري مني تمام؟ محدد مين هو الفاليبل كاستمر بالنسبه له ولا لا؟ فاهمين قصدي؟ ساعتها تبدا تحدد اول خطوه بالنسبه لك ان انت تعمل كارنت سيتويشن اناليسيز. تمام، اللي هو الوضع، تحليل الوضع الحالي للبيزنس. تلاقي الكاستمر بيجي يقول لك والله انا عايز اشتغل معاك، فانا عايز اشتغل معاك وعاوز اوصل لمبيعات بالشكل الفلاني. طب انا هوصلها لك ازاي؟ اول حاجه بتعملها بتعمل كارنت سيتويشن اناليسيز. تبدا تعمل كارنت سيتويشن اناليسيز عن طريق الاكونت هيستوري. تبدا بقى تعمل اوديت على كل الارقام اللي حقق، اللي هو بيزنس قائم اصلا وكان بيصرف وكان شغال قبل كده. تبدا تشوف بقى البيزنس ده يعني الارقام اللي صرفها قد ايه، الرواز بتاعه قد ايه، الار او اي بتاعه قد ايه، الدليفري ريت بتاعه قد ايه. كل القصص دي كلها الاكونت هيستوري تبدا تطلعها كلها. تالت حاجة انت بتحدد حاجة اسمها البيزنس بنش مارك. ايه الحاجات اللي انت هتعتمد عليها از بنش مارك بالنسبة لك؟ ايه هي الستارت بوينت؟ لو انا مثلا دلوقتي لقيت ان زي مثلا البريك ايفن، نقطة التعادل، بريك ايفن رؤاز، ازاي هقدر احدد البريك ايفن رؤاز بتاع البيزنس ده؟ ممكن يكون البريك ايفن رؤاس مثلا بتاع البيزنس الثلاثه، فانا عشان اكسب لازم اجيب رؤاس اربعه وخمسه. تمام، فما ينفعش اجيب رؤاس اقل من كده. طب انت هتحدد ده بناء على ايه؟ لازم تكون عامل البنش مارك بتاعك اللي انت هتعتمد عليه، البنش مارك في الرؤاس، البنش مارك في الار او اي، البنش مارك في الكوست بير بيرشيز. كل حاجه كل حاجه انت هتبدا ان انت تشتغل عليها وتحسنها، فلازم يكون عندك بنش مارك ليها. بتحدد البنش مارك ده ازاي اصلا؟ ده توبيك تاني ممكن نتكلم عنه، عن طريق حاجه اسمها الكوست اناليسيز. تبدا تفهم اليونت ايكونومكس بتاعت البيزنس، بيصرف على ايه بالظبط، والسيلز كام، والبرايس بتاع المنتج كام، عشان تعرف تطلع انت امتى تبقى كسبان وامتى خسران. ايه نقطة التعادل؟ امتى ايه البوينت اللي انت عندها لا كسبان ولا خسران، عشان تبقى هي دي الستارت بوينت بتاعتك اللي انت عايز توصل لها بعدين. سيزوناليتي بقى وحاجات زي كده كتير. تمام، ده ان شاء الله هنتكلم عنها بعدين في سيشن تاني. ده اللي هو البيزنس بنش مارك. اوكي. رابع حاجه الايدنتيفاينج البيزنس اوبجكتيفز اند ارياز تو ديفلوب، يعني تو امبروف او ديفلوب. بعد ما بتعمل current situation analysis وتشوف الاكونت هيستوري وتحدد البنش مارك بتاعتك، تبدا وقتها تبدا تقول بسم الله انا هبدا احط استراتيجي. الاستراتيجي دي اللي هي ايدنتيفاي البيزنس اوبجيكتيف، البيزنس ده محتاج ايه، ايه هي الارياز اللي انا هعمل لها امبروف. والله مثلا بعد ما عملت الكارنت سيتويشن اناليسيز لقيت ان مفيش كومبetitive ادفانتج واضحه، او في عميل ظهر لي قريب بيشتغل على نفس الكومبetitive ادفانتج بتاعتي، فانا محتاج اعمل لها ديفلوبمنت. دي اول اريا محتاجه تمبروف. محتاج مثلا لقيت ان اليونت ايكونومكس بتاعت البيزنس ده بيشتري بسعر غالي قوي، فانت محتاج توجهه لا انت البريك ايفن رؤاس بتاعك عالي. لو مثلا البريك ايفن رؤاس بتاعك خمسة ستة، فانا عشان اكسب لازم اجيب سبعة وثمانية، فدي هعملها ازاي من الاول؟ فاهم قصدي؟ فدي ارياز تو امبروف. لازم تحدد
الحاجات اللي انت تحتاج تعمل لها امبروفنج. ممكن يكون البيزنس اوبجيكتيف ان هو يعمل حاجه اسمها الانفنتوري اناليسيز، ان هو عنده ستوك من منتج معين مش عارف يبيعه، فتبدا انت تشتغل على الستوك ده، البرودكت ده، تبدا انت تعمله اناليسيز، تشوف المنتج ده ليه مش راضي يتباع، هل هو مشكلته في برايس، هل هو مشكلته ان مفيش كومباتيف ادفانتج، هل هو مشكلته ان هو مش قادر تديليفر الفاليو بتاعت الكاستمر، هل هو مشكلته ان هو ملوش فاليبل كاستمر اصلا. فاهم قصدي؟ وحاجات زي كده. ممكن يكون البيزنس اوبجيكتيف الماكسمايز الرؤاز، ان هو يزود الرؤاز بتاعه، ممكن يكون ان هو عايز يزود الماركت شير، ممكن يكون ان هو حاجات كتيره بقى، حاجات كده كتيره كلها بيزنس اوبجيكتيفز، هدفها في الاول في الاخر انت تحدد ايه هي الارياز اللي انت هتعمل لها امبروفمنت. تمام. وساعتها بقى نبدا نقول احنا خلاص هنحط استراتيجي كل حاجه فيهم. الاستراتيجي بتعملها امبلمنتيشن على الميديا باينج وعلى الكونتنت بلان وعلى الماركتنج از بيرفورمانس على البلاتفورمز بتاعت البراند. اوكي. تبدا بقى ماركتنج، تبدا ديجيتال ماركتنج. طب كل اللي فات ده لو انت اصلا مش عامل له اندرستاندنج بشكل كويس، فاهم البيزنس فاندمنتالز والكومباتيف ادفانتج بتاع، واستلمتها از بريف وقدرت تعملها امبروفمنت عشان تتحسن، انت هتبقى بتشتغل مش عارف ايه هي الارياز ان هي محتاجه انت تعملها ديفلوبمنت. ده كان السيشن بتاعنا النهارده. الله اكبر، عزة لله. ده كان السيشن بتاعنا النهارده، كان بس زي ممكن نقول انترودكشن، علشان كمايند سيت، علشان بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم في الديجيتال ماركتنج فاندمنتالز التريكس اند التبس بتاعته والقصص دي كلها، يبقى احنا عندنا مايند سيت كويسه نقدر ان شاء الله ان احنا نعتمدها بعد كده في السيشنز بتاعتنا وشغلنا يعني. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ ممكن لو في حد عنده اي سؤال احنا مع بعض. الكلام ده بيطبق على كل المشاريع حتى لو صغيره؟ اه طبعا. ايا كان البروجكت بيطبق عليه. انت ما ينفعش تبدا بروجكت اصلا الا لو انت محدد، لو انت البرودكت بتاعك انت عارف ان هو ليه ديفرنشيشن. عشان تحدد الديفرنشيشن لازم تبقى فاهم الكومباتيف ادفانتج، ولازم يكون ليه كومباتيف ادفانتج. ما هو الديفرنشيشن الاختلاف ده يا شباب بيجي بايه؟ اليونيك سيلينج بوينت. مش احنا كلنا بنشتغل باليونيك سيلينج بوينت؟ لما نيجي نشتغل على اي براند بنبدا نعمل حاجه اسمها يونيك سيلينج بوينت والكلام ده كله. بنبدا ان احنا نعمل سترينث اند ويكنس اناليسيس، تحليل نقاط القوه والضعف. بعد السترينث نبدا بقى من سترينث اند ويكنس اناليسيز نبدا نعمل حاجه اسمها الكومباتيف ادفانتج. اوكي، اللي هي الميزات التنافسيه. الميزات التنافسيه بطبيعه الحال بتعمل لي حاجه اسمها ديفرنشيشن، بتخليني عندي ميزه مختلفه عن اللي العميل بيعمله. الديفرنشيشن ده هو اليونيك سيلينج بوينتس، هي نقاط البيع الفريده بالعربي، الحاجات اللي انا هبيع من خلالها. ما هو انا مش هينفع ابيع من خلال اللي كل الناس بتعمله، لا يعني لازم اكون ديفرنشيتد فيه. تمام. لو المنتج ما فيهوش كومباتيف ادفانتج، اللي انا ممكن اعمله هتروح تعمل الاكسرسايز بتاع السترينث اند ويكنس اناليسيس، ومن خلالها تقدر تبيلد كومباتيف ادفانتج. دي البروسيس بتاعتها، لازم تعرف ايه هي الفاليبل، ايه السكسس فاكتور بالنسبه للعميل، ايه اللي العميل محتاجه عشان تقدر تعمله انفستمنت تشتغل عليه. السيشن بتاعت النهارده وامبارح هتنزل ان شاء الله، نحاول ننزلها في اسرع وقت ان شاء الله. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ حد عنده اي سؤال ممكن يعمل ريز هاند. اوكي يا شباب، شكرا جدا جدا على الاتندنس بتاعكم النهارده. وان شاء الله يعني نقدر ان احنا نكرر السيشنز دي. انا عامه من الناس اللي بحب قوي فكره السيشنز، وان احنا نخش ناد فاليو ونتعرف على ناس جديده.
وانا مبسوط ان احنا اتعرفنا مع بعض واحنا في كوميونيتي واحد. ان شاء الله نقدر ناد فاليو ليكم، ومستنيين الفيدباك بتاعكم بقى ان شاء الله لما الكونتنت بتاع السيشن ينزل. وانا اتشرفت جدا ان احنا اتعرفنا على بعض. يعني الواحد بيحب يكتسب كل فترة كده نيتوركينج جديدة ومعارف جديدة. وطبعا زي ما دكتور فتحي قال امبارح في الميتنج، لو حد احتاج منكم اي حاجه ممكن يسال عندنا على الجروب او الكوميونتي بتاع الشركه. ما شاء الله احنا عندنا كابابيلتيز قويه جدا جدا جدا. احنا معانا حد من اشطر الناس ممكن نقول جلوبالي، معانا ريتشل ماكادامز دي بريتش، وكانت بتشتغل مع براندز جلوبالي. تمام. فدي من الناس الشاطره قوي قوي، وان شاء ليها برضه سيشن ان شاء الله هيبدا يتعمل وهينزل ريكورد. ده هينزل ريكورد طبعا عشان هيبقى مترجم وسب تايتلز وكده. فان شاء الله برضه تستفيدوا. في معانا برضه من الناس الشاطره قوي في الشركه. ممكن لو انت احتجتوا اي حاجه تقدروا ان انتوا تسالونا. ريتشل عملت ريبلاي هي عامه مش فاهمه اي حاجه في الميتنج. هي اول ما سمعت اسمها عملت ريبلاي. اكتبوا لها حاجه يا شباب، اكتبوا لها حاجه. ان شاء الله يكون كوميونتي كله افاده باذن الله تعالى. حد عنده اي سؤال؟ شكرا جدا يا شباب. اشوفكم تاني على خير ان شاء الله. باي باي.